حصل قبل كده إن كان في بالِك قطعة أثاث معيّنة وبسيطة ومش لاقياها أبدًا؟ طيب فكرتِ تصنعيها بنفسِك؟ الموقف ده حصل معايا وهاوريكِ عملت إيه بالضبط. أنا ريم من فريق كال منزل، والفيديو ده متقسّم أجزاء، هتلاقي عناوين الأجزاء في الوصف وممكن تضغطي عليها ياخدِك على الجزء ده على طول. يالّا بينا. كان عندي هنا ترابيزة الأكل دي جنب الشباك على طول، وكنت عايزة في المكان ده هنا أحط بدل كراسي عادية، طبعا مفيش مكان يسمح إنها تتشد لبره، كنت عايزة أحط بنشز أو دكك تبقى ماشية مع دوران الشباك بالظبط، وفي نفس الوقت ما تاخدش حيز كبير وفي نفس الوقت تاخد عدد من الناس كبير. وبصراحة ما لقيتش أي حد ينفذ لي اللي أنا عايزاه وبسعر معقول، فقررت أعملهم أنا بنفسي، والبروسيس ما كانش صعب قوي زي ما أنا كنت متخيلة. هقولك عملت إيه بالظبط خطوة بخطوة. أول حاجة استخدمت ورق كرتون أعمل منه نماذج لأحجام الدكك اللي أنا عايزاها، وأخدت النماذج دي للمحل اللي هجيب منه الخشب، والراجل ده كتر خيره ساعدني إن الخشب يتقص يبقى حجم مناسب إن أنا أشيله معايا، اتلبخ شوية وجاب زميله يساعده، والحمد لله الموضوع يعني خلص. كملت قص الخشب في البيت عشان يبقى الشيب اللي أنا عايزاه بالظبط، وبعدين صنفرته عشان يبقى ناعم وعشان أشيل من الأطراف أي حاجات بارزة. وبعدين عملت خطوة ممكن تكون مش ضرورية، ممكن نستغنى عنها لو الدكك هتتنجد زي ما أنا عملت، لكن أنا دهنتهم وكمان حطيت عليهم مادة عازلة احتياط عشان لو في يوم من الأيام شلت من عليهم التنجيد، فدهنتهم اديتهم لون كده، وبعد ما لونهم بقى حلو سبته ينشف حطيت عليهم المادة العازلة دي كمان. المهم بعد ما حطيت كل الكلام ده استخدمت الرجلين الحديد دي كانت جاهزة، دي اللي هتبقى رجلين الدكك، عملت لها يعني خرمت لها في الدكة من تحت وثبتها بمسامير بالطريقة دي. وفي المرحلة دي قلت أجرب بنش منهم أتأكد إنه كويس، والحمد لله طلع كويس. بعد كده البنشز كانوا جاهزين للتنجيد. أنا جبت السفنج أو الفوم ده، جبته بسمك 8 سنتي وقسته طبعا على الدكك عشان أقصه بالظبط. استخدمت سكينة كهرباء لتقطيعه أو قصه، لكن ممكن كنت أستخدم سكينة عادية أو منشار صغير. حطيت الفوم على كل بنش وفوقه قماش مخصوص لتغليف التنجيد، بيخلي كل حاجة ثابتة في مكانها وما بتتحركش. وبعد كده بدأت أدبسه بدباسة التنجيد، وبعد كده حطيت قماش التنجيد فوقه، وفي واحد كده حاول يساعدني بس أنا أزلته من المنطقة بسرعة. الحقيقة بعد كده لقيت إن أسهل أحط قماش التنجيد على الأرض وأحط البنش فوقه بالمقلوب، وبرضه دبست القماش بنفس الطريقة بدباسة التنجيد، وخصوصا الأركان عملتها بطريقة منظمة قوي، ده مهم. وأخيرا الحمد لله جت اللحظة اللي حطيت فيها كل بنش في مكانه بالطريقة دي، ودي كانت النتيجة النهائية. قوليلي ايه رأيك، وقوليلي أسئلتك، وقوليلي لو ممكن تنفذي مشروع زي ده انت كمان.